سؤال بيقول: أنا شفت فيديو لأب كاهن يقول مش مهم نصلي المزامير قبل القداس. هو طبعا الطقس في الكنيسة له تاريخ، والتاريخ ده يجب أن يحترم، ولما نيجي ندرسه ونشرحه للناس نشرحه بطريقة ما فيهاش تشكيك. يعني ممكن أقول كان زمان بيصلوا المزامير منفصلة عن القداس، دلوقتي احنا ضمناهم على بعض علشان ما نضيعش فرصة ان احنا نصلي المزامير، ويبقى الناس فاهمة ان في تاريخ. العقيدة لا تتغير ولا تتطور، لكن الطقس كائن حي بنعبر بيه عن محبتنا لربنا. فما هو مستقر في الكنيسة نلتزم بيه. ولاحظوا احنا كنيسة نظامية، لينا رئيس، لينا البابا، ولينا مجمع، فيبقاش كل واحد بيقول حاجة من عنده، ما لينا مرجع. تخيل لو كل كاهن في كنيسته عنده رأي معين ونفذه، ما بقتش كنيسة. اللي بيخلي الكنيسة كنيسة اللي احنا لينا رئيس، مش لازم كلنا نخضع للبابا وللمجمع المقدس، وفي لجان في المجمع المقدس، لجنة طقوس. يعني أنا لو ليا رأي مثلا إن نلغي المزامير قبل القداس، أبعت مذكرة فيها دراسة بحثية للجنة الطقوس. لجنة الطقوس تدرس الأمر وتقول موافقين أو مش موافقين، واللي هيتعمل نعمله كلنا. لكن أنا أدخل كنيسة ليهم ماشيين بنظام، كنيسة تانية بنظام تاني، ما بقتش كنيسة أرثوذكسية، بقت كل واحد بمزاجه. فإحنا كنيسة نظامية لينا رياسة، ويجب أن يخضع الجميع لهذه الرياسة. ولما يكون عندي رأي أعرضه على الرياسة الكنسية. يعني الكاهن ده أكيد عنده أسقف، يقول له إيه رأيك يا سيدنا نعمل كده؟ هيقول له يبقى الأسقف هو الملتزم. لكن تخيل أنا عندي في منطقتي كل كاهن يمشي بطريقة غير التاني، كيف تكون كنيسة واحدة؟ وإيه الضرر في إن احنا نصلي المزامير قبل القداس؟ إيه الضرر؟ وهل الكنيسة لما علمتنا الصلاة دي حاجة وحشة؟ طب ما أنت لو ما صليتش المزامير قبل القداس هتصليها إمتى؟ صلينا القداس من 7 ل9، من 8 ل10، ورحنا أشغالنا، هيجي لي وقت إمتى عشان أصلي المزامير؟ ما دي فرصة حلوة، الكنيسة جمعت المزامير اللي مفروض أثناء فترة القداس. يعني عشان كده يقول لك في أيام الصيام كبير بنصلي التالتة والسادسة وغروب ونوم. هل نلغي ده كله؟ التالتة والسادسة والتاسعة وغروب ونوم. في الصيامات اللي هي مش زي الصيام الكبير بنصلي التالتة والسادسة والتاسعة. أيام ما فيهاش صيامات بنصلي التالتة والسادسة. هل كل الأنظمة دي تتهد بكلمة يقول إن ما لهوش لازمة نصلي مزامير؟ ما الضرر من صلاة المزامير؟ وبعدين لما يقول مش مهم نصلي المزامير، طب ليه الكنيسة حطتها؟ هيقول ملهاش سبب. طب ليه استقرت واستمرت؟ ليه البابا كرولوس كان بيصلي بالمزامير دي؟ ليه البابا شنودة كان بيصلي بالمزامير دي؟ ليه البابا يوساب، البابا مكاريوس، البابا يؤنس؟ هو احنا كل واحد تطلع في مخه حاجة يقولها؟ وإذا كان حد بيقول بحث في مثلا معهد علمي ليتورجي، يجب ان احنا الجماعة بتوع الدراسات البحثية دول يترفقوا بينا. يعني انت تقول الحاجة دي دخلت في القرن العشرين او القرن 19، وتدرس ليه دخلت وتقولها لنا بطريقة ايجابية مش بطريقة تشكيكية. طبعا احنا عندنا اساتذة ليتورجية في الكنيسة في منتهى التقوى، على اعلى مستوى من التقوى. لما انا نفسي بقعد اسمع منهم محاضرات واتعلم، لكن ما يشككش في الكنيسة وفي ممارستها.